السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. أنا النهاردة يا جماعة جاي لكم فيديو جديد. أنا النهاردة مش جاية إن أنا أكلمكم في أي حاجة وخلاص. أنا النهاردة جاية أكلمكم عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. طبعا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي كلنا عارفين إن هو توفاه الله من 25 عام. تمام. فما يجي النهاردة حد نكرة، ناس اصلا ما نعرفهاش هي مين اساسا، ويتكلموا على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نقول لهم لا، التزموا الادب، التزموا الصمت، لحد هنا وقفوا، ما تتكلموش عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. انتوا مين انتوا اساسا عشان تعرفوا مين هو فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ النكره اللي بتتكلم عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نقول لهم لحد هنا وخط احمر. الدين الاسلامي خط احمر، علماء الازهر خط احمر، فضيلة الشيخ الشعراوي خط احمر، الازهر الشريف خط احمر، الاسلام خط احمر. محدش فيكم يجيب سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي او سيرة حد من شيوخنا الاجلاء على لسانه. اما يطلع واحد ما عندوش ضمير ولا عنده دين ويبدأ يجيب احاديث الشيخ محمد متولي الشعراوي، التفسيرات بتاعته بتاعت القرآن الكريم، وياخد من كل حتة حاجة ويلزقها جنب بعضها ويقول ان الشيخ محمد متولي الشعراوي كان داعي للارهاب، نقول له اخرس، ما تتكلمش اكتر من كده. لازم البني ادم اللي اتكلم كده على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ان هو يتحاسب ويتعاقب، الا علمائنا، الا الازهر الشريف. انت مين انت اصلا عشان تتكلم عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ الجيل الجديد اللي طالع والاجيال اللي طالعه ديت اللي ما تعرفش مين الشيخ محمد متولي الشعراوي، مع ان كلنا عارفين فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي. انا بتكلم على المغيبين اللي الناس بتلعب في عقولهم ويقولوا لهم اللي هم عايزينه بمزاجهم. اقول لكم هاتوا السيره الذاتيه للشيخ محمد متولي الشعراوي، كفايه ان انتوا تعرفوا مين هو فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي عشان انتوا تطلعوا تتكلموا عليه. الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي اكبر المفكرين والمثقفين في الدوله ايامه لما طلب مناظرتهم رفضوا، لانهم عارفين ان هم مهما وصلوا العلم ومهما عرفوا ومهما وصلوا مش هيقدروا يبقوا قد الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما قدروش يواجهوه. ده فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الناس اللي عارفة قيمته. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي كنا واحنا صغيرين يوم الجمعة ابونا قعدنا كده وقت ما يكون الشيخ محمد متولي الشعراوي هيجي الحديث بتاعه، نقعد كلنا صامتين وعاملين كده بنسمع للشيخ محمد متولي الشعراوي. كانت امي بتعمل الغدا بسرعه 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 قبل ما يجي برنامج الشيخ محمد متولي الشعراوي، عشان كلنا نقعد صامتين وبنتفرج على الشيخ محمد متولي الشعراوي. من كبرنا لمصغرنا كنا بنقعد عاملين كده قاعدين نسمع الشيخ محمد متولي الشعراوي. كنا بنستنى كل يوم جمعه عشان فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي. ما كناش نتغدى الا لما خلاص الشيخ محمد متولي الشعراوي خلص والغدا جاهز نبدا ان احنا نتغدى. خلاص سمعنا حديث الشيخ محمد متولي الشعراوي. الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي كنا طول شهر رمضان قبل المغرب نقعد نسمع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبعد كده الأذان الشيخ محمد رفعت. الدولة كرمت الشيخ محمد متولي الشعراوي وعارفة قيمته، مش الدولة بس، العالم كله عارف مين هو الشيخ محمد متولي الشعراوي وعارف قيمة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الدولة بتسمعنا صوته كل يوم 5 مرات في اليوم. كل اذان الدعاء اللي بيتقال بعد الاذان بيبقى بصوت الشيخ محمد متولي الشعراوي. يلي بتيجي انت تقول ان هو يدعم الارهاب، لا انت ما تعرفش اي حاجه عن الشيخ محمد متولي الشعراوي. لما تيجوا انتوا تلعبوا في عقول ابنائنا وفي عقول الاجيال الجديده، لا، لما تهدوا الرموز الدينيه بتاعت الدوله وانتوا تحاولوا انكم تسقطوها، يبقى انتوا كده تسقطوا الدوله. محدش فيكم يجيب سيره الشيخ محمد متولي الشعراوي. واللي داخل لنا من حته تانية يقول لكم اصل هو كان بيكره المسيحيين، لا، ده بالنسبه للاجيال الجديده، لكن اجيالنا احنا كنا بنشوف الشيخ محمد متولي الشعراوي والبابا شنوده في اي مناسبه قوميه، الاتنين كتفهم في كتف بعض كده، كانوا هما الاتنين حاجه واحده. كان الشيخ محمد متولي الشعراوي في اعياد المسيحيين كان بيطلع يهني البابا شنوده بعيدهم، والبابا شنوده كان يطلع يهنينا بعيدنا، كنا احنا حاجه واحده. لكن ما تخشولناش من السكه دي. الشيخ محمد متولي الشعراوي يوم ما توفاه الله طلع البابا شنوده بيعيط وبيقول خبر وفاه الشيخ محمد متولي الشعراوي. فانتوا يا ريت يا ريت يا ريت تبعدوا عن السكه ديت وما تجيبوش سيره الشيخ محمد متولي الشعراوي. حضرتك عايز تعمل ترند او عايز تعمل شو، يبقى بعيد عن العلماء وبعيد عن الازهر الشريف وبعيد عن الدين.
انا واحده مش هقول لكم ان انا فقيهه في الدين، انا ست كل اللي بعمله ست عاديه زي اي ست مصريه، بصلي وبصوم وبزكي، بقضي الفروض اللي عليا اللي ربنا طالبها مني. لكن مش هقول لكم بقرا قران، طبعا 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 اهم حاجه نقرا القران، لكن مش هقول لكم ان انا بفسر دين او الكلام دوت. انا كل اللي انا عارفاه كل معلوماتي من الشيخ محمد متولي الشعراوي. الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي عايز يعرف دينه يسمع تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي. يلي بتتكلموا انتوا مش عارفين اي حاجه عن الدين، ولا انتوا عارفين اي حاجه في اي حاجه، وبتقولوا اي كلام وفاكرين ان الشيخ محمد متولي الشعراوي توفاه الله، فهتقولوا اللي انتوا عايزينه واحنا هنسكت لكم. لا، احنا مش هنسكت لكم. يوم ما قالوا ان مصر كفره، راح الشيخ محمد متولي الشعراوي قال لهم لو مصر كافره فمن المؤمنين. يعني المؤمنين في مصر لما اتقال على مصريين كفرة قال فمن المؤمنين. جمعنا كلنا كمسلمين ومسيحيين ان احنا كلنا عقيدتنا واحدة. فيا ريت يا ريت يا ريت ما حدش فينا يخش ما بيننا ويقول مسلم ومسيحي، ما حدش يقول الشيخ الشعراوي كان بيقول كذا، ما حدش يجيب سيرة الشيخ الشعراوي. يا ريت اصحاب القنوات كلها اللي انتوا بتطلعوا تقولوا ما اعرفش مين اتجوز مين ومين طلق مين ومين جاله هديه ومين اتخانق مع مين ومين عمل ايه، يا ريت كلكم تعملوا حمله دلوقتي للدفاع عن فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي وعن علماء الازهر وعن الازهر الشريف. احنا مصر محدش يجيب سيره العلماء بتوعنا، محدش يجيب، لان هم مش علماء، احنا هم علماء الاسلام كلها. احنا كلنا كمسلمين المفروض ندافع عن الازهر الشريف وعن شيوخ الازهر. من كام شهر كانوا بيتكلموا على الشيخ احمد الطيب، ودلوقتي على الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومره يهاجموا الحجاب. في ايه يا جماعه؟ الحرب المشينه اللي هي معموله دي في ايه؟ في ايه؟ انتوا بتدخلوا في عقولهم ايه؟ كل واحد يجيب شاب يقعد يتكلم معاه يبقى عشان كده روح اقتل فلان وروح اعمل فلان، دول كفره، ينفذ اللي انتوا عايزينه. انتوا بتهدوا رموز الدوله الدينيه عشان تهدوا الدوله كدوله؟ لا، احنا هنقف لكم، واحنا هنبقى في وشكم، وكلنا هنعمل حمله. ويا ريت اصحاب القنوات كلهم يعملوا نفس الحمله للدفاع عن الازهر الشريف وعن علماء الازهر وعن فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي. محدش يخش لنا من السكه دي. يا ريت يا جماعه، يا ريت الاجيال اللي طالعه، يا اولادنا يا اولادنا، ارجوكم 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 قبل ما تسمعوا لاي حد، وقبل ما اي حد يهبط اي هبد ويتكلموا فيه وخلاص، اسمعوا واقروا واعرفوا مين الشيخ محمد متولي الشعراوي. اسمعوا واقروا، اقروا بعينيكم واسمعوا بودانكم مين فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. اسمعوا الأحاديث بتاعته، التفسير، يعني مش الأحاديث إن هو كان كده، لأ. افتحوا التلفزيون، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بيجي يوم الجمعة برضو على القناة الفضائية المصرية، وقنوات كتير بتجيب فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. بلاش التلفزيون، افتحوا زفت النت اللي انتوا قاعدين عليه 24 ساعة في أي هري وفي أي كلام وفي أي هبد في أي حاجة. اسمعوا، هاتوا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي واسمعوا تفسيره للقرآن، اسمعوا تفسيره بيتكلم ازاي، اسمعوا طريقته الجميلة بيتكلم بيها ازاي، اسمعوا مين هو، اعرفوا مين هو فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. ما تخلوش اي حد يضحك عليكم وعلى عقولكم، ما تخلوش اي حد ملوش 30 لازمة يتكلم. انت اللي بتتكلم عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، تقدر تقول لي انت اساسا يلي بتتكلم شهادتك ايه؟ انت اساسا مهما وصلت العلم ومهما وصلت لدرجة هتوصل فين لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ انت اي حد بيتكلم على اي كلام هتوصلوا انتوا فين للعلماء الازهر بتوعنا؟ هتوصلوا لفين للعلماء الاجلاء بتوعنا اللي بيتكلم في اي حاجه وخلاص؟ شهاداتكم ايه، ولا مؤهلاتكم ايه، ولا الدكتوراه اللي انتوا حاصلين عليها ايه، ولا بتتكلموا في ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعرف الناس اللي بتتكلم دي بتتكلم لمصلحه مين؟ بتهاجم فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي، بتهاجم رموز الدين ليه؟ اللي عايز يحارب دولة يا جماعة يخش لها من الدين. احنا كمسلمين وكمسيحيين احنا كده، احنا في مصر كده كده، محدش هيفرقنا، ومحدش هيدخل هيدخل فتنة ما بيننا، ومحدش هيقول ده المسلمين بيكرهوا المسيحيين ولا المسيحيين بيكرهوا المسلمين. لا، احنا والمسيحيين كده، محدش هيقدر يخش ما بيننا. ويا ريت يا جماعه كلنا نعمل الحمله دي للدفاع عن فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي وعن الازهر الشريف وعن العلماء بتوعنا. واقول لكم يا جماعه اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.